ازيكم يا جماعه في فيديو جديد. كنا عرفنا قبل كده ان حل الروبكس كيوب بطريقه السي فوب عباره عن 4 خطوات. الكروس دي اللي بنعمل فيها علامه كروس تحت باللون الابيض، او عاده باللون الابيض يعني مش هتفرق كتير. بعدها بنعمل الاف 12 اللي هم فيرست تو لايرز، اول 2 لايرز في المكعب بنحلهم في نفس الوقت. بعد كده OLL او اورينتيشن اوف ذا لاست لاير، دي اللي بنخلي فيها الوش اللي فوق كله نفس اللون اللي هو عاده بيكون اصفر بخوارزميه واحده بالشكل ده. بيتبقى لنا PLL او permutation of the last layer، دي اللي بنحل فيها بقيه المكعب. احنا موضوعنا الحلقه دي عن ال OLL. المفروض الموضوع يكون بسيط، مجرد خوارزميه بتعملها عشان تحل الوش اللي فوق، مش كده؟ المشكله البسيطه ان في 57 الجوريزم محتاجين نحفظهم. قبل ما تتخض، انا عارف ان 57 ممكن يبان انه رقم كبير، وهو فعلا رقم كبير، بس في الكام فيديو دول هنعرف احسن ترتيب عشان تحفظ حالات ال OLL في اقصر وقت. جاهزين؟ بس يلا بينا. بعد ما دورت عرفت ان ال OLL ال 57 خوارزمية دول متقسمين ل 15 كاتيجوري حسب شكلهم. في كل فيديو هنشرح 3 كاتيجوريز، بحيث ان في 5 فيديوهات بس هنخلص ال OLL كلها. في اول حلقة هنشوف الكروس كيسز، التي شيب والدبليو شيب. عشان الفيديو ما يكونش طويل، الحالات الأساسية اللي هما الكروس فيهم بتكون محلولة أو المعروفين برضو بالتو لوك OLL، أنا اوريدي عملت لهم فيديو قبل كده، هسيبه في الديسكريبشن وفي أول كومنت. نبدأ في التي شيب. هما حالتين بس وحلوين جدا. أول واحدة فيهم يكون عندك بكل بساطة حرف تي بالشكل ده، ومفيش أي حاجة تانية باينة، مفيش خط هنا، مفيش حاجة، عندك حرف تي وخلاص كده. فتعمل ايه؟ بكل بساطة 6 حركات اف، بعد كده الفور موفر اللي هي ار يو ار برايم يو برايم اف برايم، بس كده. سهلة. الحالة التانية تي شيب، بيبقى عندك برضو حرف تي بس في خط هنا، وهتلاقي برضو خط من ورا يعني. دي حلها برضو سهل. هنعمل فور موفر اللي هي ار يو ار برايم يو برايم، بعد كده حاجة اسمها سليدج هامر ار برايم اف ار اف برايم. لو مش عايز تحفظها بالاسامي يعني، انت بتطلع البير عادي، بعد كده بتدخله بطريقة سليدج هامر، انك بتنزله توسعه من السكة، ترفع الجزء ده وترجعه تاني. واخر حاجة في الحلقة ال W shape، من اسمها عندك حرف W. هما حالتين برضو، يا اما هيبقى عندك الخط ده على ايدك اليمين يا اما على ايدك الشمال. لو هو على اليمين بالشكل ده بنمسكها من هنا بحيث يكون على جنبك، على الجنب كده، ونعمل ايه؟ R U R prime U R U prime R prime U prime سليدج هامر اللي هي R prime F R F prime. اللي بنعمله ان احنا بنطلع البير ده U، كأننا بندخل البلوكة الصفرا دي هنا U برايم، بعد كده ندخله بسليدج هامر. اخر حاجة لما يكون عندك الخط من الناحية دي تمسكه على ايدك الشمال، وممكن نعمل نفس الحركة، يعني ممكن نعمل نفس الحاجة بالظبط بايدينا الشمال. احنا هنطلع البير U برايم، ندخل الخط الاصفر ده هنا U، بعد كده سليدج هامر. او حل تاني انك تعملها لورا، يعني تمسكها من هنا كده وبرضه هتطلع البير، تعمل كده وسليدج هامر. بسيطة اهي. مكمل لحد هنا؟ عاش قوي، تبقى خلصت 20% من خوارزميات ال OLL. لو حفظت الخوارزميات اللي في الفيديو اكتب تم او ضن في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي.